مساء الحب والسعادة عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة هنتكلم عن التحرر من القيود وإزاي نخرج من الكومفورت زون. أولا، يعني إيه قيود؟ شكل القيود في حياتنا يا إما عبارة عن علاقات، بيئة، خوف أو معتقدات. أكتر قيود بتسجننا هي اللي محدش شايفها غيرنا إحنا. طيب، جربتي تسألي نفسك ليه بنخاف نفشل؟ يمكن ده سببه تربية، مقارنة، توقعات ناس حوالينا، صورة الكمال اللي بنطلبها من نفسنا. يمكن أول خطوة دايما بتبقى صعبة، لكن كل نجاح حقيقي وراه غلطات. ليه دايما شايفين إن البداية بتبقى صعبة؟ يمكن لأنك بتواجه دماغك مش العالم. العقل بيقاوم أي حاجة جديدة لأنها بتاخد طاقة. أنا هنا عشان أقولك لازم تتغيري، لازم تخرجي من الكومفورت زون، لأن الراحة اللي ما بتطوركيش تسجنك. المجهود اللي بيجيب نتيجة هو اللي بعد الخطوة الأولى. عايزة أحكي لكم حاجة يمكن عمري ما قلتها بصوت عالي. أنا كنت واحدة من الناس اللي بتخاف تبدأ، مش خوف عادي، لأ، خوف يوقفك. الخوف من الغلط، من الفشل، من كلام الناس، ومن الإحساس إني مش جاهزة. كنت دايما أقول لسه مش دلوقتي، لازم أبقى بيرفكت الأول، لما أبقى جاهزة هبدأ. ما فهمتش غير متأخر. البداية مش محتاجة شجاعة قد ما محتاجة خطوة صغيرة جدا منك. افتكرت أول مرة قررت أكسر دايرة الخوف اللي جوايا. قلبي كان بيدق بسرعة ودماغي بتقولي انتي أكيد هتفشلي، الناس هتضحك عليكي، هو انتي فاكرة نفسك مين؟ بس في اللحظة دي وقفت قدام المراية وقلت لو فشلت هتعلم، لو غلطت هصلح من نفسي، بس لو ما بدأتش عمري ما هعرف نفسي كانت تقدر على ايه. ومن يومها كل حاجة اتغيرت، مش فجأة ولا بيوم وليلة، لكن واحدة واحدة. كل مرة أخدت خطوة صغيرة زاد صوتي وزاد إيماني بنفسي. والغريب إن اللي كنت خايفة منه كان أصغر بكتير من اللي قدرت أعمله. النهاردة ما بقيتش استنى المزاج ولا الظروف، لأ، ببدأ حتى لو خايفة، حتى لو مش واثقة 100%، لأن الطريق بيعلم. الخطوات الصغيرة بتعمل فرق كبير. ولو انتي دلوقتي مكان اللي أنا كنت فيه زمان، خايفة تبتدي، حاسة إنك مش قدها، عايزة أقولك بس حاجة من قلبي: ابدأي وانتي خايفة. الجرأة مش إننا منخافش، الجرأة إننا نتحرك وإحنا برغم الخوف. وأول خطوة هتغير حياتك زي ما غيرت حياتي. عشان كده بقولك ما تخليش كلام الناس يوقفك. الناس هتنتقدك مهما عملتي. 90% من الناس مش مركزين فينا أصلا. افصلي نفسك عن توقعاتهم تماما. اسألي نفسك رأيهم ده بيفيدني ولا بيوقفني؟ أكتر حد هيحررك هو انتي. القيود مش بتتفك مرة واحدة، دي رحلة. كل خطوة صغيرة بتفتح باب كبير. اكتبولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتوقفك